بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حتى، يعني قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتم وراءه. فالصحابة يسألون، يعني قالوا له: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني مين غيرهم اللي أنتم راح تتبعونهم؟ وفعلا احنا مثل الغنم ماشيين وراء الغرب، يعني نقلدهم في كل امورهم، وكأن احنا ما عندنا هوية، ولا كأن احنا عندنا الحمد لله رب العالمين عزة نفس وكرامة، وعندنا دين، وعندنا اعيادنا، وعندنا عاداتنا، وعندنا تقاليدنا. لكن فعلا الانسان البلشتي تعرف شو معنى بلشتي؟ بلشتي يعني الانسان الهزء اللي ما عنده كرامة، اللي ما عنده شخصية. لما هو يؤمن انه هو انسان مسخرة، فطبيعي ما يحس برجولته، ولا يحس بقوته، ولا يحس بكيانه، فيقلد الأقوياء في وجهة نظره ان هذول أقوياء. أعزائي المشاهدين، طبعا كلكم الآن تشوفون الاحتفالات اللي للأسف قاعد تصير عندنا في يعني بعض الدول بما يسمى إسلامية. طبعا في موسم الرياض الاحتفال بالهالوين، في بعض الدول، في بعض المسلمين حتى في بيوتهم، في بعض المسلمين حتى في الغرب يحتفلون بهذه المناسبة، مناسبة الهالوين. وهذا يدل على إفلاسنا احنا المسلمين، ان احنا مش عارفين نعبر عن أعيادنا وعن ما أعطانا يا الله سبحانه وتعالى. طبعا في البداية قبل ما أدخل في الموضوع، يعني شنو هدف حلقتي إخواني الكرام؟ الهالوين هذا عيد وثني، مناسبة وثنية. هم نفسهم المسيحيين يعترفون ان هذا العيد اصلا وثني. يقول لكم انه في، يعني باختصار، في ايرلندا يعني قالوا انه والله اعتقاد عندهم ان بعض الارواح تعلق، يعني الانسان ارواح الموتى تعلق ما تروح للاخره، فقالوا احنا نسوي هالمناسبه حتى ندعو الارواح اللي في الاخره تاتي وتاخذ الارواح اللي في الدنيا. ويقول لكم ان يعني في اعتقاداتهم ان الارواح الشريره ترتدي الاقنعه، الارواح الشريره حتى لا تعرف مين الارواح الشريره، مين اللي شرير، فنرتدي الاقنعه حتى لا تعرف. شوفوا سوالف وثن في وثن، وارواح ما ارواح. ويقول لكم والله ايضا بعدين تطور، يقول لكم والله يخاطبون الالهه، الهه الحصاد والهه الماء، يعني قبل عندهم معتقدات ان لكل شيء اله الهواء، اله الماء، اله الطين، اله ما ادري شنو، اله القواده، اله ما ادري شنو، اله خرابيط كله وثنيه في وثنيه. يقول لكم بعد مرور الازمان جاءوا بعض القساوسه قالوا لا، هذا كلها اشياء شركيه وثنيه، احنا نحول هذا العيد الى عيد ديني يتعلق بالمسيحيه. فجاءوا بعض القسيسين وقالوا لا والله احنا نسوي هاي المناسبه مناسبه دينيه حتى نقضي على الوثنيه. باختصار انا قاعد اقول لكم يعني موضوع خرابيط في خرابيط، يعني انا احاول افهمه شنو هدف خرابيط في خرابيط. حتى يقول لكم يعني بعدين في بدايه القرن التاسع عشر جاءوا بعض القسيسين وحرموا، شوفوا تخيلوا حرموا هالمناسبه. يقول لكم هذه كلها شركيات واشياء وثنيه. مثل الان تخيلوا الان في قسيسين الان يقول لكم بابا نويل هذا احتفال وثني ما له علاقه في الديانه المسيحيه. البابا نويل وبعض الخرابيط اللي يسوونها يقول لكم هذه ما لها علاقه في الديانه المسيحيه. حتى هم القساوسه حرموا، وياتي البهايم المفلسين البلشتيه اللي عندنا يحتفلون بهذه المناسبة. طبعا مسخرة، والله مسخرة. يعني ما حدث الآن، بعض الأشياء اللي احنا نشوفها خاصة في الاحتفال في موسم الرياض، يعني والله عيب ان احنا كمسلمين نسوي هالحركات. يعني انا اقول لكم والله الله عطانا سبحانه وتعالى عيدين، عيد الأضحى، وهذا الموضوع أنا تكلمت عنه، عطانا عيد الأضحى وعيد الفطر. الله عطانا شهر رمضان 30 يوم، والله من أحلى أيام السنة. 30 يوم إخواني الكرام. يعني لو إحنا فعلا نرجع إلى تطبيق
شهر رمضان الحقيقي. والله في بعض الدول مثل السودان مثل اليمن الناس في الشارع تخيلوا يفرشون وياكلون ويوقفون السيارات، في لقطات يوقفون السيارات غصب، تعال غصب افطر عندنا من الكرم في اليمن. في الأسرة تجتمع، صلاة التراويح، صلاة القيام. مو بس اخواني الكرام، هي شغله مو بشغله الله اكبر، اجتماع الناس. والله قبل كانت حتى يقول لكم من اروع ليالي رمضان في القاهره، في الحسين، في بعض المناطق هذه في مصر، في المغرب، الفوانيس تتعلق وزينه واحتفالات من اروع واحلى ما يمكن عندنا موجوده في الدول العربيه في شهر رمضان. الله اعطانا يوم الجمعه، كل اسبوع الله اعطاكم يوم. يا اخي يوم الجمعه هذا والله انا سويت حلقه مره، يعني نجتمع على الغداء. تخيلوا المسلمين كلهم صلاة الجمعة المسجد فيه 700 800 شخص، كل يجتمع ويسلم على. طبعا في قيم واخلاقيات وسلوكيات احنا فقدناها، لكن شوفوا الله سبحانه وتعالى اعطانا كل حاجة. كل اسبوع اعطاكم يوم الجمعة، شهر في السنة الله اعطاكم عيدين، فاتقوا الله يا ناس. والحج كذلك، مناسبة الحج نسيتها. مناسبة الحج هذه فرضة الحج، تخيل المسلمين من أنحاء العالم يجتمعون، واحنا نروح ايش تبون اكثر من كذي؟ لكن فعلا لما نكون احنا محكومين من حكومات لا تطبق شرع الله ولا يعني فعلا تقدم الدين للناس بطريقة فعلا جميلة وحلوة وبما امر الله، فاكيد الناس راح يلجؤون الى مسخرة الغرب مثل ما يحدث الان من هالوين. الناس كانوا يحتفلون باعياد شركية، يحتفلون بالفالنتاين وهو عيد زنا. يا اخي والله مسخرة. ولكن السؤال اللي الآن طاعة ولي الأمر اللي كثير من الناس تسأله، في كثير من المشايخ ومن أحذية السلاطين لما المولد النبوي، المولد النبوي بدعة والمولد النبوي بدعة. طب هذا اللي قاعد يصير ولا عشان ولي الأمر ولا عشان ولي الأمر سوى هالوين صمم بكمن؟ لا أخواني ولا عشان اليوم الوطني أولياء الأمور نقول والله اليوم الوطني حلال الهالوين حلال يا حبيبي حلال. ففعلا احنا في زمن النفاق. والله الواحد يقول كلمة الحق، الاحتفال بعيد الهالوين أو يوم الهالوين شرك ووثن وتقليد، مش تقليد المسيحيين، تقليد لعبدة الأوثان، عبدة الأصنام، عبدة الخرافات. اتقوا الله يا مسلمين، اتقوا الله. أنا بقول لكم حاجة، إحنا المشكلة كل ساعة نلوم الحاكم. نعم الحاكم ملام والحكومة ملامة. طب البقر والغنم اللي ماشيين مثل البهايم، يا أخي اتقوا الله. إحنا نقول دائما نعم نقول والله أحيانا الحكومة غلطانة والحكومة سوت والحكومة بنت 60 70. طب أنت ليش تروح يا أخي؟ ليش البنات يروحون؟ ليش الشباب والبنات يروحون؟ ليش المسخرة؟ ليش العري؟ ليش التحرش؟ ليش؟ ففي خراب في الناس، في خراب في الناس. اخواني الكرام، انا دائما اقول اذا مثلا صار احتفال وجي هذا المطرب المسخره ولا جي مثلا مسؤول قال والله يوم الهالوين تعالوا والناس قاطعوا، هل بيسوونها مره ثانيه؟ ما راح يسوون، لانكم انتم تشجعونهم. بعض الناس تشجع المسؤولين على الضلال. يعني المطرب هذا والرقص والدعارة لما تصير على المسرح واحنا نشوف كمنظمين في 100,000 حضور، لا والله بسوي مو بكل سنة، بسوي كل اسبوع لان في حضور. لكن لما المطرب والمغنيات والراقصات يطلعون ويشوفون ان ما في حد حاضر، وينكم يا شعب؟ وينكم يا مواطنين؟ الكل قاطع، ما راح نسوي هالشيء. فترى انا اقول لكم الخلل احيانا مش بس في الحكام، فيكم انتم يا ناس. لان دائما انا اقول ما حد خلى الحاكم طاغية الا البلشتية والمنافقين والدجالين والرقاصين والطبالين واللي يصفقون حق الحاكم، اللي يقولون حق الحاكم برافو بالروح بالدم. شنو بالروح وبالدم ونفديك؟ يعني فعلا اخواني الكرام مسخرة ما بعدها مسخرة. انا اقول لكم فعلا انا الوم الحكام والوم الحكومات والوم المسؤولين، ولكن الوم الشعب اكثر، لان اللي تحت هم اللي يشجعوا اللي فوق، هم اللي يشجعوا. يعني انا بقول لكم حاجه، الفاكينيستا يعني شوف على مستوى فاكينيستا، على مستوى مطرب، لما المطرب يروح مجمع تجاري وكلن يلم عليه وسلفي وملفي ويا بعد قلبي يا فديتك يروحون عاهره يا ناس، والكل يركض وراء. انا بسالكم سؤال،
هل هيئة الترفيه ولا الحاكم ولا الحكومة ولا ولي العهد قال لكم روحوا سلموا على الرقاصة؟ لا يا أخي، ما قالوا لكم. يعني خلينا نتكلم بالحق أحيانا. شو اللي يخليكم أنتم تركضون ورا العاهرات؟ فاكنستا عاهرة تهز خلفيتها إذا راحت مجمع ويتجمعون ويا حبيبتي ويا فتيتة وسيلفي وسيلفي. أكيد هذه العاهرة راح تتشجع أكثر لما يطلع عبد العزيز الأنصاري يقول وينقد. وهذه شغله تقول له يا اخي طز عنكم، امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. انا عندي 10 ملايين متابع، انا على حق. فسبحان الله يزين لها الشيطان، انت على حق، انت عندك 10 ملايين يتابعونك، فتستمر في الضلال. لا اريد ان اطيل اخواني الكرام، رسالتي واضحه. فعلا هناك صمت يعني رهيب، ما بقول الكل، من بعض المشاخخ، من بعض احذية الحكام، من بعض طاعة ولي. أنا قلت لكم والله عندنا ناس مخابرات، رجل دين لكن مخابرات، ما عنده في الدين طاعة ولي الأمر. وإن جلد ظهرك وأكل مالك شب ولا كلمة. زين يا أخي، زنديقة ولي الأمر، كافر ولي الأمر، ولي الأمر قاعد يكفرنا، ولي الأمر قاعد يدعونا للضلال. شب زين يا أخي، أنت هاي هالوين احتفال شركي، اطلع تكلم. لا يا حبيبي، لا حلال وحلال حلال يا عبد العزيز. ولي الامر قال ولي الامر وان زنى ويلوط. لو ولي الامر طلع في التلفزيون يزني ويشرب شاب فعلا لا حول ولا قوه الا بالله. انا اقول لكم ليش الالحاد زايد؟ ليش الكفر بالله زايد؟ لأن فعلا في ناس قاعدين يشوفون بعض الدعاة اللي يسمي نفسه داعية واللي يسمي شيخ دين، يعني في نفاق وتناقض. أنت تطلع وتسب وتشتم. طبعا أنا أخواني الكرام، كل شيء في الدين ما نقول والله نتكلم عنه وما نتكلم عنه، لا. احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، لم يابا تكلمت عن هالموضوع. لكن في نفس الوقت الاحتفال باليوم الوطني بدعة، والاحتفال بالهالوين بدعة. وأنا أقول لكم رسالة للجميع اللي يحتفل بالهالوين إيمانا واعتقادا بأن هذا عيد وأن هذا الشيء صح، هذا قد يدخل في دائرة الكفر، لأن هذا احتفال وثني شركي وثني. إخواني الكرام، فاتقوا الله يا ناس، اتقوا الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي والله. الواحد يعني تعبنا احنا كمسلمين، كل يوم يطلع لنا شيء وتعبنا من. أنا أقول لكم بس لو الواحد يعني لو يبي يعرف الحق، بس يتخيل لو الرسول صلى الله عليه وسلم الآن موجود وراح مثلا الرياض وشاف أشكال بنين وبنات المسلمين، إيش راح يقول؟ بس اسأل نفسك هالسؤال، وسبحان الله، الله راح يهديك للحق. أتمنى الرسالة تكون وصلت.